الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانزي بهدف لكل فريق ويحافظ على صدارة المجموعة ويعطي شبيبة القبائل والجيش الملكي فرصة لصعود أحدهما للمركز الثاني في مباراة متوسطة جدا فنيا. واضح جدا ان المعدل البدني ابتدى يقع وربنا يستر ويحافظ على اللعيبه من الاصابات. مباراه كل 3 ايام برضه مرهقه والامر هيبقى صعب. معانا بعد 3 ايام البنك الاهلي وبعديها ب3 ايام شبيبه القبائل في الجزائر، فربنا يستر على اللعيبه. مكاسب المباراة النهارده محمود حسن تريزيجيه ما شاء الله عليه، كل مرة يقول ان هو احسن لعيب السنة دي في الاهلي، محافظ على مستواه. اسيست النهارده لديانج، اكتر لعيب تحس انه ليه بصمة، اكتر لعيب بيجري في الملعب، تحس ان هو ما بيبخلش على بنقطة عرق واحدة عن النادي الاهلي. علامة استفهام كبيرة على اداء محمد علي بن رمضان في عدم وجود امام عاشور، وانباء عن خروج ديانج الفالنسيا الاسباني اخر الموسم. محمد علي بن رمضان مش قادر يقنع المدير الفني ان هو يلعب اساسي، وحتى لما نزل اخر 20 دقيقة لا قادر يقنع نفسه ولا قادر ولا هو موجود، وتحس ان هو مختفي. اتمنى ان هو يراجع نفسه كده ويلحق يبقى موجود، لان هو شكله مش هيكمل مع الاهلي بالطريقه ديت. يستروب مدير فني كبير وما شاء الله عليه، دماغه كبيره، والتحولات الهجوميه اللي بيلعب بيها مع النادي الاهلي وسرعه الكوره عجباني جدا. ولكن تعقيب بسيط، طاهر محمد طاهر كان افضل النهارده ان هو ما يبتديش. كان اللي المفروض اللي يبدا النهارده حسين الشحات او بن شرقي، لان هم اسرع، وفي اول المباراه كنا بنلعب على التحولات الهجوميه السريعه، فاكيد كنا محتاجين واحد سريع مع الاثنين اللي قدام مروان عثمان وتريزيجيه. كنت اتمنى ان اللي يبدا واحد من الاثنين التانيين، وطاهر اللي ينزل اخر 20 دقيقه، لان اخر 20 دقيقه يستروب لعب ب 5-3-2، فابتدى يدافع اكتر وطاهر دفاعيا اقوى، ما حسيناش ببن شرقي دفاعيا. فكان لو كانت الطريقه اتغيرت كنت اعتقد ان هي هتنجح اكتر. عموما الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراه، وفاضل كده نقطتين ونصعد، ومعانا لسه مباراتين. مليون مبروك للاهلي، وان شاء الله القادم هيبقى احسن.